السلام عليكم متابعينا الأعزاء. إليكم جدول مباريات الجولة 18 من البطولة المغربية الاحترافية لكرة القدم القسم الأول 2023. ولكن قبل ذلك لا تنسوا دعمنا بإعجاب الفيديو واشتراك في القناة وفعل الجرس ليصل الفيديو إلى جميع عشاق البطولة المغربية. ونبدأ بمباريات يوم السبت 25 فبراير 2023. الفتح الرياضي يستقبل مولودية وجدة. مباراة المتناقضات، الفتح يريد الفوز وعينه على المقدمة، أما مولودية وجدة 3 نقاط تساعده على الهروب من جحيم أسفل الترتيب. وتنطلق المباراة على الساعة 4 زوالا، وحسنية أكادير يستضيف اتحاد طنجة. الفريقين يصارعان في أسفل الترتيب. المباراة شعارها لا هزيمة. أي خطأ سيكلف الفريقين الكثير، خصوصا بالنسبة لاتحاد طنجة. وتنطلق المباراة على الساعة 6:15 مساء، وشباب المحمدية يستقبل الدفاع الحسني الجديد. سيحاول الدفاع محو هزيمته أمام الوداد في الجولة الماضية، أما شباب المحمدية لن يتنازل عن 3 نقاط ليعود إلى السكة الصحيحة، خصوصا البطولة في مراحلها الحاسمة. وتنطلق المباراة على الساعة 8:30 ليلا. أما جدول مباريات الأحد 26 فبراير 2023، شباب السوالم يستقبل المغرب الفاسي. مباراة وسط الترتيب بامتياز. المغرب الفاسي سيحاول تعويض نتائجه السيئة الأخيرة، أما السوالم فيريد الفوز على ميدانه ليعزز مركزه في وسط الترتيب. وتنطلق المباراة على الساعة 6:15 مساء. وأولمبيك أسفي يستضيف نهضة بركان الجريح. مباراة نقاطها مهمة للفريقين من أجل تسلق الترتيب للبحث عن مكان في إحدى البطولات الإفريقية والعربية. وتنطلق المباراة على الساعة 8:30 ليلا. ونذهب الآن إلى جدول مباريات يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023. المغرب التطواني يستقبل ضيفا ثقيلا، هو الرجاء الرياضي. الرجاء يذهب إلى تطوان وعينه على 3 نقاط، وخصوصا أن الفريق يبصم على أداء جيد في الآونة الأخيرة وعينه على المقدمة. أما المغرب التطواني يمني النفس لخطف 3 نقاط لكي تخلصه من جحيم أسفل الترتيب. وتنطلق المباراة على الساعة 6:15 مساء. والوداد الرياضي يستضيف أولمبيك خريبكا. الوداد له جميع الإمكانيات ليظفر ب3 نقاط تقربه من المركز الأول، أما خريبكا سيحاول تفادي الهزيمة والخروج بأقل الأضرار حتى لا يغرق في أسفل الترتيب. وتنطلق المباراة على الساعة 8:30 ليلا. وأخيرا مباراة واحدة ستجرى يوم الأربعاء 1 من مارس 2023، وهي مباراة الجيش الملكي المتصدر واتحاد توارقة. مباراة الخطأ فيها ممنوع، خصوصا الجيش الملكي الذي لا يريد التفريط في المركز الأول وتلقى الفرصة لثلاثي المطاردة. أما اتحاد توارقة فيكفيه التعادل، خصوصا أنه يلعب خارج الميدان. وتنطلق المباراة على الساعة 8:30 ليلا. وفي الأخير دع إعجاب الفيديو ليصل لعشاق البطولة المغربية.